السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي أحسن حال. وحشتوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزاية المحترمة دي. مقاديرنا سهلة وبسيطة ومبتاخدش وقت خالص. معلش هعملها معاكم كمان مرة عشان طلبت معايا في القناة ومقدرش اتأخر عن جمهوري العزيز. زي ما انتوا شايفين كده طريقتنا النهاردة سهلة وبسيطة وكمان مبتاخدش معاكي وقت. اتحداكي لو جربت الطريقة دي تشتريها من بره تاني. يلا نشوف كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. ما شاء الله، الله اكبر، بيتكلم عن نفسه. الشكل بتاعها خطير وكمان الطعم ده حكاية تانية خالص. العجينة من جوه قطنية كده وطرية وريحتها وطعمها تحفة. يلا نشوف كده شكلها. ما شاء الله، الله اكبر. كمان التسوية بتاعتها كده تحفة من تحت كده، متحمرة، والوش بتاعها زي ما انتوا شايفينه كده. ما شاء الله، الله اكبر، سخنة مولعة لسه خارجة من الفرن حالا. والتسوية بتاعتها مظبوطة 100%. شايفين؟ ما شاء الله. شايفين؟ طبعا الحشو بتاعها حسب ما انت حابة تحشي. من فوق حابة تحطي فراخ، حابة تحطي لحمة مفرومة، كمان ممكن تحشيها تونة. اي حشوة ممكن تحطيها على البيتزاية. زي ما انتم شايفين كده العجينة من جوه قطنية ازاي. خطيرة بصراحة. شايفين كده السوا بتاعها من تحت؟ ما شاء الله، الله اكبر. يلا نسمي الله ونشوف درجتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. درجتنا النهارده ان شاء الله مش هتاخد معاك وقت خالص وسهله وبسيطه كمان. اول حاجه هنا عندي نص كيلو من الدقيق، معلقه كده كبيره من السكر، زيها بالظبط من الخميره، معلقتين كبار من الزيت، ربع معلقه صغيره او اقل كمان من الملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وكمان معلقة من الخل. وكده مقاديرنا فل، مش باقي الا المية بس. طبعا المية بدرجة حرارة المطبخ، وكمان ممكن تدفيها شوية صغيرين بس عشان الجو حر. المية حلوة يعني درجة حرارة المطبخ كده كويسة. زي ما انتم شايفين كده هنعجن مع بعض العجينة بتاعتنا. لو عندك عجان ممكن تحطيها فيه، لو مش عندك هتعملي زي بالظبط. لازم العجينة بتاعت البيتزاية يبقى فيها عرق علشان تطلع معاكي كده طرية من جوه، وكمان يعني تاخد حجها كده في العجن وتبقى فيها عرق. انا ما بتحكمش في العجن بصراحة في الطبق، فهخلص كده اخلص ايدي وهنزل العجينة كلها على الرخامة عشان اعجنها كويس، وافضل اعجن فيها لحد ما العجينة في ايدي تبقى لينة تماما وايدي ما بتلزقش فيها. طبعا العجينة بتاعتها ما بتبقاش جبسة ولا طرية، يعني لينة. خير الامور الوسط كده زي ما انتم شايفين. هتشوفوا شكلها في الاخر عاملة ازاي. طبعا كده انا هحط كمان شوية مية، والمية بصراحة مش هقدر احددها علشان انا قلت لكم كم مرة انواع دقيق كتير خالص في السوق، فنوع بيشرب السوائل ونوع لا. فانا هفضل بالمية كده معاها سنة سنة لحد ما اخد كفايتي من المية. يا ريت ما تحطوش المية كلها كده على العجين علشان ما تبصش منك وتتري معاكي. واحدة واحدة كده عوسي ايدك مية وحطي عليها. زي ما انتم شايفين كده هفضل اعجن فيها لحد ما تنعم معايا خالص وتاخد احس ان فيها عرج كده. كده تمام. شوفي شايفين نعمت في ايدي ازاي وخلاص ايدي متلزقش فيها. هعوز الطبق شوية زيت واحطها حوالي نص ساعة او حسب المكان الدافي بتاعك. ممكن تاخد اقل من كده كمان في الوقت. هغطيها كويس بفوطة كده واحطها في مكان دافي وان شاء الله مش هتاخد معانا وقت. يلا نعمل الصلصة بتاعتنا. حطيت معلقة كده من الزيت ونزلت عليها بالطماطم مفرومة كويس، مش مصفياها، مفرومة عادي خالص. وهنزل عليها كده بمكعب من المرقة، وكمان هنزل عليها بشوية كمون، ونص معلقة كده من السكر، وكمان شوية من الملح، وكمان شوية كمان من الثوم البودر، وشوية كمان من البصل البودر. لو مش متاح عندك ثوم بودر وبصل بودر، افرمي فص ثوم ناعم خالص وحطيه مع الزيت الاول، وبعدين ما تخليهوش يتحمر، يا دوب ياخد لون كده، وانزلي عليه بالصلصه بالطماطم. هسيبهم كده يسبكوا كويس. هغطي عليهم، انا عايزاهم ينشفوا تماما، وكمان يا ريت تكون بارده. هنا هنعمل مع بعض الفراخ. معلقه كده من السمنه واخليها تكدح كويس، وبعد كده هنزل عليها بالقطع. الفراخ زي ما انتم شايفين كده مقطعاها قطع صغيره. هنزل عليها بالبهارات بتاعتي.
فلفل اسمر وكمون وبهارات فراخ، وكمان شويه كده من الثوم البودر، شويه صغيرين خالص على طرف المعلقه كده. زي ما تحبي البهارات بتاعتك، ظبطي كده الدنيا علشان تديكي طعم حلو. هوطي عليها برضو على نار هاديه خالص وهسيبها مع نفسها تستوي. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه بتاعتنا اتضاعفت تماما. هعوز على الرخامه كده سنه بسيطه خالص من الزيت، وهفرد العجينه. لو حابه تفرديها في الصينيه اللي انت هتعمليها، اللي هتعملي فيها البيتزا ودخلها الفرن، افردي فيها. بس بصراحه لو حطيتي في الصينيه شويه زيت او سمنه، العجينه بتلم معاكي على طول. فانا بفردها كده نص فرده وبكمل في الصينيه. شايفين مفيش اسهل من كده. لو كنت معايا لحد دلوقتي اوعي تنسي الاشتراك في القناه لو ما كنتش نورتيني، وكمان اللايك، وكمان الكومنت الحلو اللي بيساعدني. الله يسعد قلوبكم جميعا. بشوكه كده هخرمها علشان ما تعملش معايا تعلى معايا واطلع منها الهواء. وبالراحه كده واحده واحده بالشوكه، مش يعني شويه كده عشوائي. وبعد كده هنزل عليها بالصلصه. طبعا الصلصه يا ريت تكون بارده علشان ما تخمرش معايا العجينه زيادة عن اللزوم. شايفين كده خلصت. هنزل كده بالصلصة. صلصة طبعا احنا عملناها مع بعض، طريقتنا سهلة وبسيطة، يعني مفيش اسهل ولا احسن من كده. شوية السكر اللي احنا عملناهم على الصلصة علشان الحموضة. حلو خالص السكر مع الصلصة، ما بيعملش حموضة خالص. وبيديها كمان طعم كده كأنها بالظبط طعم الكاتشب، بيديها طعم حلو خالص. نص معلقة صغيرة من السكر اللي احنا حطيناه. هفرد كده الصلصة زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بالحشوة بتاعتك. الحشوة بتاعتك ممكن تحطي اي نوع انت حباه كده، بشوية جبنة كده في الاول. وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا عملتها معاكم. بصراحة ريحتها وطعمها خطيرة. شايفين شكلها ما شاء الله. طريقة السوا بتاعتها سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش معايا وقت، بالظبط 10 دقايق وكانت مستوية معايا. هنا عندي خضار، ممكن تحطي اي نوع. انا قطعت كده حبايتين من الطماطم وكمان حبايتين من الفلفل. ممكن تحطي كمان بصل، ممكن تحطي لو زيتون عندك حطي زيتون. ممكن تحطي اي نوع خضار عندك ممكن تحطيه. ممكن تحطي كمان كوسة، ممكن تحطي قطع من في كمان حاجة. ممكن لو عندك فراخ بايتة، لحمة بايتة، ممكن تعيدي تدويرها يعني. وكمان قطعها قطع صغيرة كده وتحطيها على البيتزاية، كمان هتديها طعم حلو. كده خلصنا. حطينا كمان شوية من الجبنة على الوش، دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. اول 5 دقايق كده بشغل الفرن من تحت، وبعد كده بشغل الشواية. لو الاتنين بيشتغلوا مع بعض شغلي الفرن على درجة حرارة 200، والشواية من فوق حاولي تخليها وسط خالص علشان ما تحرقش معاكي الجبنة بسرعة، عشان الجبنة ما بتستحملش، لونها بيتغير على طول. زي ما انتم شايفين شكلها ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن. يا رب يكون الفيديو افادكم، ولو استفدتم ما تنسوش اللايك وكمان الاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. واسيبكم كده في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.